يعمل لجنة سوري في الأردن منذ شهور على صناعة أكبر نسخة من القرآن الكريم في العالم مصنوعة من ألواح خشبية كبيرة ليدخل بها موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ويقول رياض الراضي إنه يعمل بتمويل ذاتي من خلال ورشة بمحافظة إربد شمالي الأردن، وكذا أنه لا يوجد كتاب تمت صناعته بهذه المواصفات والطريقة والحجم، وأن المشروع سيكون الأول من نوعه في العالم. توصلت انه لازم نعمل مصحف، اكبر مصحف في العالم بطريقه مميزه وما انشهرتش بالعالم. تولدت لي فكره انه لازم اشتغل على نظام الواح خشبيه. الفكره ما راح تكون مؤثره حتى لو اشتغلنا على الواح خشبيه ضخمه. فطرأ ببالي انه المفروض انه يكون حركه الالواح الخشبيه تفتح وتغلق عن طريق حركه ميكانيكيه الكترونيه. العمل ان شاء الله حيدخل موسوعه جينيس. عندما تبهر الشعوب انت بعمل مميز وعظيم، الشعوب راح تصير تلتفت وتدور على هذا العمل شو هو.